القليل من الناس لا يعلم أن للجزائر بصمة في فترة من فقرات تاريخ أمريكا. أولاً، هل تعلم أن للجمال الجزائرية بصمة خالدة في أحد فصول التاريخ الأمريكي؟ في منتصف القرن التاسع عشر، حين واجه الجيش الأمريكي تحديات ضخمة في التنقل عبر الصحارى القاحلة جنوب غرب البلاد، وجد الحل في مكان بعيد، شمال إفريقيا، تحديداً الجزائر. بعثة عسكرية غريبة جمعت بين جمال جزائرية وقلوب تبحث عن التحمل والصلابة، فكان فيلق الجمال مشروعاً رسمياً. جاءت خلاله قوافل الجمال من الجزائر ومصر وتركيا لتثبت وجودها في أرض بعيدة كل البعد عن كثبانها الأصلية. ومن بين كل تلك الجمال، برزت الجزائرية بتحملها للمشاق، وصارت رمزاً للصمود في وجه الصحراء الأمريكية. وهل تعلم أن أول عربي ومغاربي وطأت قدمه أرض أمريكا كان جزائرياً؟ نعم، كما سمعت، إنه سليم الجزائري، الرجل اللي كتب صفحة منسية في تاريخ العالم الجديد قبل أن يكتب الدستور وقبل أن ترسم حدود الولايات المتحدة. خطف من سواحل الجزائر عام 1756 على يد قراصنة إسبان، ثم بيع لتجار فرنسيين، لينتهي به المطاف في قلب لويزيانا بين قبائل الهنود الحمر. قضى فيها 3 سنوات من العيش في عزلة بين لغة لا يفهمها وغابات لا ترحم، ثم قرر الهرب. 45 يوما من السير عبر البراري متغذيا على الجذور والمطر، مدفوعا بشيء واحد: الرغبة في الحرية. عثر عليه في غابات فيرجينيا من قبل الصياد الأمريكي سامويل جيفنز، ولفت الأنظار حينها بحديثه لغات نادرة كاليونانية والعبرية، فجلس بين النخب الفكرية والتقى بشخصيات كبرى، كان من بينهم توماس جيفرسون نفسه، مؤسس أمريكا الحديثة. هذه البصمات تظهر أن الجزائر لم تكن مجرد بلد بعيد، بل كانت فاعلا مؤثرا في لحظات مفصلية من تاريخ أمريكا. وأنت، هل كان لك علم بهذا؟ شاركنا رأيك بالتعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول.